السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اخيرا جات لكم فيديو جديد بعد مده طويله ما حطيت معكم شي فيديو. وهذا الفيديو هذا كان عندي مسجل من العام اللي داز. هذا الفيديو ديال العيد الاضحى. غادي نشارك معكم لقطات وصافي، ما فيه حتى شي وصفه، ولكن غادي نشارك معكم هكا الزويوقات والتاويل وداك الشيء اللي تنبغيو كاملين. نتمنى انه يعجبكم وتستمتعوا به. اذا هذه الفكره الاولى. العجين ديال الصابلي قبل ما ندير فيه الدقيق الكافي باش يتجمع ليا، قسمته على جوج. واحد زدت ليه فيرميسيل، وزدت ليه نخاله محمصه، وزدت ليه الكوك محمص، ودرتو على داك الشكل ديال المربعات بالطابع، ودرت فيهم الشكلاط. اما العجينه الاخرى اللي درتها على شكل صابلي سامبل، غطست النص ديالو في الشوكولات ودرت عليه هكا الحبه ديال القرقاع. وكاين اللي درت ليهم هكا واحد النقيطه ديال الشوكولات في الوسط وحطيت عليه حبه ديال القرقاع. وهنا ستفت هكا الطبق ديالي اللي غادي نقدم فيه الحلوى نهار العيد. وبالنسبه لهاد التستف هذا راه كنستف في نهار قبل، باش الغد لي كيكون عندي الطبق مستف. هو هذاك غير كنحط وصافي. وهذه الحلوه ديال الكوك والكاوكاو اللي راهي عندي في القناه، الوصفه بالتفاصيل ديالها راه كاينه عندي في القناه. غير رجعوا للوصفات اللي سبق لي شاركتهم معكم وغتلقاوها. كتجي غريبه معلكه زوينه، ما تشبعش منها، وكتكون الوصفه ديالها ناجحه 100%. ملي كنسالي التستاف كنغلف الطبق ديالي وكنخليه حتى كنحتاجو وكنجبدو. وهنا شاركت معكم لقطات من المسمن، كل واحد شنو كيقول، مسمن ولا الرغايف ولا المروي. المهم وجدتو نهار قبل حتى هو. وغادي نشارك معكم حتى الكيك اللي وجدته بالليمون ولا البرتقال. اللي حكيت هنايا جوج ليمونات كبارين، حكيتهم القشره ديالهم، هذاك الجزء البرتقالي، مع كاس ديال عصير البرتقال، كاس الزيت، كاس السكر، 4 البيضات، جوج خمارات حمرين، جوج ديال لافاني، جوج ساشيه د لافاني. والدقيق كنعبر بنفس الكاس اللي درت به الزيت والسكر والعصير ديال الليمون، كنعبر به هكا جوج كيسان عامرين. ولا بغيتو الا لقيتو الخليط مازال جاري تقدروا تزيدوا واحد نص كاس. وهنا ديك الكيكه راه درتها طيب. رجعت نصاوب معكم هذا الطبق هذا اللي كديري فيه اي حاجه عندك في الدار، كتقدري تزوقي بها هكا وتخرجي هذا البلا اللي كيكون الديكور ديالو زوين وكيعطي المنظر للطبله. هنا درت هادوك جوج طبيصلات صغارين، وحده فيها الزيتون خضر وحده فيها الزيتون كحل، ودرت طوماط سوغيز، ودرت شويه ديال الحب الملوك، وواحد الحبه ديال لافوكا قسمتها على جوج كتعطي منظر ديال الخضر. وهنا هاد البسكوي هذا اللي كيكون حار درت منه شويه هكا على الجنب. وهذاك
داك جامبو ولا كاشير ولا كل واحد شنو كيقول ليه. شاركوتري. درت انا المذاق ديال البزار. تقدري ديري اي نوع، وكاين اللي كيدير فيه غير انواع ديال الاجبان كيجي عاوتاني الديكور ديالو زوين. انا اختاريت ندير الوان مختلفين ويكونوا هكا فيهم الخضر الاحمر، الغوز الكحل كلشي كيجي ديكور زوين. المهم انتي اللي عندك كتقدري تزيني به، حتى الخيار كتقدري ديري. راه سبقت انا ودرتو دوك الفواكه ديال الخريف. رجعتو للفيديوهات اللي كانوا عندي قبل. واحد الفيديو درت فيه فطور ديال الويكاند بين سمات الخريف. المهم تلقاو فيه عاوتاني هذاك جا زوين. هنا غادي نقدم المسمن او لا الرغايف. انا بالطريقه ديالي، كل واحد وكيفاش كيقدم. انا غادي ندير الكونفيتير، تقدروا ديروا العسل. انا كنكمسهم بهذه الطريقه، كيعجبني ندير هذه الطريقه هذه، وكنعمر الطبق حتى كيعمر، كيجي الديكور ديالو زوين. وهذا هو الطبق ديال الملاوي ولا ديال المسمن. قولوا لي كي جاكم وكتبوا لي في التعاليق. هنا الصباح ديال العيد كنجبد داكشي اللي وجدت نهار قبل، كنحيد ليه الميكات ولا السلوفان. ايوا كنقدم. بالنسبه للتوجد، راه هادشي كامل اللي كتشوفوه راه وجدته نهار قبل، باش في الصباح ديال العيد غير كنحط وكنتلاهاو مع حاجه اخرى. كاين اللي كيمشي للمصلى، كاين اللي المهم تيكون عندك حاجات اخرين تقديهم. هنايا هذا هو الكيك اللي درت معكم. درت عليه هكا طروفه ديال البرتقال من الفوق وزينته بشويه ديال النعناع. وبالنسبه للكيك الثاني او لا تشيز كيك ولا تسميوه كيما بغيتو، ما صورتش منه حتى القطع حيت كنت مزروبه. هنا درت واحد الكيك اللي فيه بيضه وحده، ودرت عليه ديك الطبقه ديال الكريمه من الفوق، الكريمه والجبن، وزوقته هكا بالرقائق اللوز والحب الملوك. صافي مع براد تاعي مشحر. وهي هذه الطبيله ديالي اللي درت في العيد الاضحى اللي فات، اللي ما كانش فيه الذبيحه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتشاركوا معايا الاراء ديالكم في التعاليق، وتكون بدايه موفقه ان شاء الله باش نرجعوا نحطوا فيديوهات جديده ان شاء الله. السلام عليكم.